بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة تكملة للفيديو اللي فات. الرسالة دي برضو للبنات، بس يا جماعة بطلب منكم طلب تشيروا الفيديو عشان الموضوع ده مهم جدا، وتشتركوا في القناة بعد إذنكم. قصة الارتباط والولد والبنت والصداقة والكلام ده يمكن في موضوع منتشر، بس يمكن دلوقتي انتشر أكتر يعني. طبعا أنا قلت الارتباط والحب والكلام ده، البنت لما بتحب الولد بتتعلق بيه تعلق كامل وبتسلم تسليم كامل يا جماعة، تسليم كامل. في اللحظة اللي زي دي الولد بيقول لها أنا عاوز منك صورة مثلا، بتقول له لا مش هينفع. بيبتدي بقى إن هو يدخل بحتة أنت مش بتحبيني، أنت مش بتثق فيا، أنت الكلام ده. بتبعت له صورة، ما بيش بيكتفي بالصورة، صورة واثنين وثلاثة، وصور بتبقى صعبة جدا. أنا بقول لكم الكلام ده يا جماعة وأنا حزين بصراحة. صور بتبقى صعبة جدا. بعد الصور بيطلب فيديوهات، بيتبعت له فيديوهات، بياخد الفيديوهات الصور دي كلها بيحتفظ بيها. هي طبعا في سذاجة يعني، بتقول له انت، بقول لها مسحت الصور. يجي في لحظة كده يساوم البنت على الصور والفيديو. والله العظيم الموضوع ده بيحصل حرفيا يا جماعة، وبيحصل ممكن كل يوم. البنت طبعا انا مش هقول ان البنت مجرمة يا جماعة، ولا اقول الولد مجرم، بس انا بتكلم في حاجة. انتوا بتشوفوا الموضوع ده كتير يعني، انت كبنت بتسمعي وسمعت الفيديو ده مني ومن غيري، بتخش ليه في علاقات زي دي؟ فيساوم البنت، لو ما جبتليش فلوس انا هبعت الصور دي لابوك او لامك او لاخوك. طبعا البنت بتفتكر انه هي مجرد ما تديله الفلوس، وبيطلب بقى ايه مبالغ كبيره يعني. مجرد هي بتفتكر في بنات ما بتعرفش تتصرف يا جماعه، بتوصل للانتحار. اقسم بالله العظيم انا اعرف بنات انتحرت بسبب الموضوع ده. بس بتنتحر ليه؟ لشخص لا يسوى، والموضوع ان شاء الله يتعالج يعني. وعاوز اقول لك حاجه، انت مهما تبعتي له في فلوس هو مش هيبطل. هو كده اعتبر ان حضرتك حط الفيزا كارت، تجيب له فلوس، يضرب الارض تجيب له بطيخ زي ما بنقول، مش هيسكت. كل مره هيطلب منك فلوس، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك. طب تعمل ايه في اللحظه اللي زي دي؟ في اللحظه اللي زي دي اول ما يطلب منك طلب زي كده، ما تسكتي خالص وتقفلي منه وتجري لاكتر شخص انت بتثق فيه. مش لازم يكون قريبك على فكره، صاحبتك، ممكن يكون ابوك، بس واثقه انه هيرحمك، واثقه انه هو هيحل الموضوع، مش هيقلب الموضوع يعني عكس. واحيانا في ناس متهوره تقتل بنتها. ما لقيتيش الموضوع ده وان شاء الله تلقي يعني، تروحي فورا على مباحث الانترنت تبلغي، وما تخافيش من حته الفضيحه. الموضوع يعني كلنا بنغلط على فكره، احنا مش ملايكه. هيشوفوا حل، ولكن استمرارك في ان انت تبعتي لي فلوس على فكره اللي هو مش هيبطل، هتفضلي مستغله لغايه اخر يوم في عمرك. فحاولي تذهبي